السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في مطبخ حلويات داري. اليوم غادي نوجدوا واحد الوصفه مع بعض في اطار الحلويات دائما. وصفه سهله بزاف. الفقاس كيبغي كل شيء، نظن بانه محبوب، ولكن من بعض المبتدئات كيخافوا منه. يلا معايا نشوفوا واحد الطريقه اللي هي مضمونه في 100%، ما تتكسرش، تقطعيه تخرجي من الفران وتقطعيه بنيشان. المهم جربوها وغادي تحبوها. المقادير ديالنا في هذا الفقاس هذا ندير هو عندنا 6 ديال البيضات. هذا كيعطي كميه كبيره، تقريبا كيلو 2 كيلو الا ربع تيخرج ديال الفقاس. عندنا 6 ديال البيضات، كاس كبير ديال اللوز، وكاس ديال الزيت باقي غير واحد شويه عمر، وكاس ديال السكر حبيبات. هاد اللوز راني بيتو ليله كامله في الماء ديال الزهر. عندنا هنا معلقه كبيره ديال النافع او حبه الحلاوه، شويه ديال الملحه هي لابد من الحلويات، الزنجلان غير هرمشتو اللي هو السمسم، غير حمرتو شويه وهرمشتو غير بالمهراس، معلقه كبيره ديال بودره الكاكاو نحتاجوها في الاخير، والطحين. بطبيعه الحال الطحين عندي هنا كيلو، ولكن ربما ما غيدخلش كلشي. نمشيو للطريقه باش نعملو هاد الفقاس ديالنا اللي قلت لكم هو ساهل. توجدوه تقريبا في ساعه. نوجد لكم بسم الله على بركه الله. عندنا 6 ديال البيضات نديروهم كاملين، الصفر والبياض كنقصد. ندير كلشي في مره ونخلط كلشي، غندخلو في مره نخلطو مزيان. الزيت والسكر حبيبات مع البيض والملح والنافع والزنجلان. بسم الله. ندير دابا السكر حبيبات، ندير الكاس هذا الكيسه اللي كنعبر بهم انا راه فيهم تقريبا راهم 2 كيسان ديال العنبه. اللي كيبغي يعبر بالكيسان ديال العنبه 2 كيسان. هذا كاس ديال الماء كيهز 200 تقريبا 30 مليلتر. نخلطو هاد السكر مزيان، نحاول نخلطو بسرعه حتى يذوب. نضيفو له الزيت. شفت لكم هذا الفقاس ناجح 100%، اقتصادي من ناحيه ما كيتفرتتش، ما كيخليلكش لي شوت البقايا بزاف، كيخليلكش نهائيا. تقطعيه وانتي طارفين وديه يتحمر، توجديه ساعه ديال المكانه. نضيف دابا هذاك النافع ولا حبه الحلاوه ولا النكهه اللي تفضلوا مع ديك الملحه، الزنجلان اللي هو السمسم، واللوز اللي كنت بيتو ليله كامله في ماء الزهر ولا في الماء اللي بغيتو. انا الصباح واخا غسلتو صباح داك ماء الزهر صباح اللون ديالو حمر، راني خويتو منه لحقاش بات فيه خدا اللون الحمر ما بغيتش نديرو. دابا نبداو نضيفو في الدقيق اللي كنا غليناه. بسم الله. نضيف بشويه حتى نجمع العجين ونشكلهم حليبلات. ندير 2 خمارات حتى هما مع الدقيق. نجمعوا لي بودان ديالنا دوك الحرابل هكا، ونوريكم كيفاش ندهنهم. انا ما كندهنهمش بالبيض. هذيك معلقه ديال الكاكاو والمر الخام اللي وريت لكم كنخلطها غير بشويه ديال الماء اولا ماء الزهر. هذا ما كان. نمشيو دابا نجمع العجين كله، غير نجمعو ما ندلكوش، ونرجعو في التشكيل ديالو ان شاء الله. ديالنا من بعد ما شكلناه كيجي على هذا الشكل. جمعنا العجينه كامله باش تعرفوا العجينه صافي ديالكم وجدات، حيت ما خصها تجي لا ثقيله ولا خفيفه، باش ما تبقاش تلصق في يديكم. عرفوا العجينه صافي. الدقيق بركه عليها. انا على فكره دخلت لي داك الكيلو كامل ديال الدقيق، حيت الدقيق حسب كل نوع النوع ديالو. المهم يكون ديال الحلويات. انا نبدا نشكل معكم لي بودا، ناخذهم هكا على هذا الشكل، نشكلهم في الرخامه ديالي. اللي بغيه غليظ يخليها كبيره، واللي يبغيها رقيق راه غادي يدير على حساب. بما ان درنا 2 خمارات نديرو متوسط باش يلاه يجي هو هذاك. وكما قلت لكم انا ما كنديروش البيض، خديت شويه ماء زهر درتو في هذاك معلقه ديال الكاكاو. نبداو ندهنو هكا، ندهنوه وعلى
الفكره انا كيفاش غادا دابا نطيبو. غادا نديرو في فران بارد، نحطو في الفران ما مشعوش، عاد غادا نشعل عليه كما يعرف كلشي تبارك الله راه كيعرف هاد لاسيس، وتتقبوه من الفوق ومن الجناب وما تسدوش عليه الفران. الا ما بغيتوش يتشقق ليكم ما تسدوش الفران، خلوه مشقوق واحد شويه. ناخذ فرشيطه خلو الفران مشقوق واحد شويه وخليوه يطيب حتى ياخذ حقه في الطياب مزيان، وما تنزلوش يطيب من التحت، حيت ملي ياخذ حقه في الطياب مزيان صافي غادي يطيب في مره. نخرجوه مازال هو سخون ما تخافوش منه، قطعوه ولا بغيتو تخلوه يبرد خلوه. المهم ما كاينش ديك القضيه هذا، ما تخافوش منه نهائيا، تقولوا حتى يبرد ولا يبات ولا ندير له منديل، نهائيا ما تخافوش منه. نتوما غتشوفوا معايا غنخرجوا من الفران ديك اللحظه اللي نخرجوا سخون غادا نقطعوه قدامكم. نكمل دابا العجين ديالنا كامل وندخل هذا الفقاس الفران ونتلاقاو ان شاء الله. السلام عليكم. ها هو الفقاس ديالنا من بعد ما طاب كما كتشوفوا، طاب تحمر من تحت مزيان ومن الفوق بقى هكا، لحقاش ملي نولو نربطوه يتحمر على جوج جهات، ملي نقطعوه غادي تحمر هاد لا سيرفاس هادي. نبدا هو باقي سخون كما كتشوفوا راه دافي، انا نبدا نقطع تشوفوا راه باقي سخون. انا نقطعو يا اما يكون عندكم موس ماضي بحال هذا الشكل يكون ماضي مزيان، ولا موس المنشار اللي بغيتو اللي فضلتو جاكم ساهل. انا غنديرهم لكم بجوج. بسم الله. ها هو راه دابا باقي سخون. نقطعوه ما غليظ ما رقيق، كيجي يتقطع متوسط باش ما يتحرقش لينا في التحمار. كما كتشوفوا هو البخار طالع منه راه مازال سخون، واللوز اللي درنا فيه راه باين كيجي على هذا الشكل. نكملوه نقطعوه هكا كامل. قلت لكم هذا ناجح 100%. يكونوا جايين لكم الضياف فردوا كي كاكاطير ووجدوا معاه الفقاس او البخار مازال طالع منه ولا راه كيبان لكم. ونردوه نحمروه على نار مهيله، نستفوه في اللاطه كامل. ما كيضيعلكمش هذا الفقاس نهائيا، ما كيتشقق ما حتى شي حاجه، غير ياخذ وقته في الفران. تقريبا خدا لي شي 46 دقيقه وهو كيطيب في الفران. هانتوما كيما كتشوفوا مازال البخار طالع منه، هانتوما ما قطعتوش غليظ ما رقيق ما غليظ، كيجي هكا. واللوز اللي درنا فيه هو باين. انا نكمل هذه الكميه كامله باش ما نطولش عليكم الفيديو، وندخلوه للفران يطيب يتحمر من جوج جهات وتشوفوه معنا في طبق التقديم. السلام عليكم. ها هو الفقاس ديالنا كيفاش كيجي على هذا الشكل. انا حمرته غير في الدار، واللي كيبغي يديه الفران ديال الزنقه يديه، كتجي التحميره كلها كي بحال. انا عندي كميه صغيره ما اضطريتش نديه الفران الزنقه، ولكن كيجي زوين. المهم قابلوه وكيجي زوين. هو خصو المقابله في الفران وديروا له النار مهيله كما قلت لكم. وبالنسبه للاثمنه كانت طلباتني واحد السيده في لي كومونتير الاثمنه ديال الحلويات. انا غندير لكم ان شاء الله فيديو خاص على الاثمنه والطريقه كيفاش تبداو ديروا مشروع ديالكم في الدار. قريبا ان شاء الله غادي ندير لكم فيديو خاص، تسناوني. نتمنى هذا الفقاس يعجبكم لانه راه سريع راه ما تصوروش واحد السرعه باش وجدته. وما تعجزوش وما تخافوش منه، توكلوا على الله وبصحه وراحه، والى فيديو قادم ان شاء الله. غير الا شفتوني معليش بغيت نقول لكم انا الفيديو درتو باش نشكركم، وثانيا باش الا شفتوني ما قدمت لكمش ما رديتش على شي وحدين، ولا ما قدمتش شي اجابات لشي وحدين، ولا بوهي بشي تعاليق. راه كيدخلوا المنتدى، كندخل المنتدى التعليق كنلقى شي تعاليق بانهم محظورين. وحقا نسيت بالمناسبه ديال التعاليق السلبيه، واحد السيده البارح دخلت فيا طول وعرض الله يهديها. المهم هي باينه عليها من الجزائر. المهم انا ما كنبغيش نقول انا جزائريه ولا مغربيه ولا هادشي كيبقى المهم هادشي كيبقى ماشي ضروري. حنا كلنا مسلمين، حنا كلنا عرب،